فريق القدساوي. إذن أعزائي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الرياضية السعودية، ومن صفرة حكم اللقاء كوفش أشفان ينهي لقاء القادسية وهجر بالتعادل الإيجابي 1-1 بكل تأكيد. أعزائي مشاهدينا الكرام، سوف ننتقل للزميلين أحمد مسمار وبدر العثمان لإجراء اللقاءات مع لاعبي الفريقين. شكرا لحسن متابعتكم. حصل على نقطة البقاء ونقطة العبور لمصاف أندية دوري درجة زين البقاء الهجراوي حاضرا اليوم، والأفراح الهجراوية أيضا حاضرة. فوز أو تعادل مهم للفريق الهجراوي بطعم الفوز بكل تأكيد. الفريق الهجراوي يصل النقطة الرابحة، النقطة المكسبة للفريق الهجراوي، نقطة رقم 24، نقطة البقاء، نقطة ضمان البقاء في دوري زين. سنة جديدة وسنة حلوة للفريق الهجراوي من خلال الموسم القادم في دوري زين السعودي. نبارك للجماهير الهجراوية هنا التي حضرت في الخبر، نبارك للجماهير الهجراوية أيضا في الأحساء التي تتابعنا عبر شاشة الرياضية السعودية. نبارك لرئيس النادي، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الشرف الذين آزروا الفريق من خلال حضورهم اليوم. فوز مهم لكل الهجراويين. طبعا أنا أقول فوز لأن فعلا يعتبر فوز لهم أنه يكسب هذه النقطة المهمة أمام الفريق القدساوي في أرض الخبر، في التي رغب من خلالها الفريق القدساوي أن يحصل على 3 نقاط لتعديل ما يمكن تعديله في مساره للبقاء في دوري درجة الممتازة السعودية. هنالك في الأحساء ما زالت النتيجة متعادلة سلبيا بين فريقي الفتح والتعاون. في حال كسب التعاون سيعلن هبوط الفريق القدساوي. لا نعلم ما هي النتيجة إلى الآن، ولكن آخر ما وصلنا قبل أن نظهر معكم على الشاشة هو التعادل السلبي، أي أن حظوظ الفريق القدساوية ما زالت باقية في البقاء في دوري زين السعودي في انتظار اللاعبين الذين تم طلبهم لإجراء اللقاءات في المنطقة الفلاش انترفيو، المنطقة اللقاءات السريعة التي تأتي بعد المباريات مباشرة. نشاهد الأفراح الهجراوية مع جماهيرهم، رقصات الفرح، أيضا الأحضان حاضرة، أيضا الدموع الفرح حاضرة في الفريق الهجراوي. يستاهلون فعلا البقاء، فريق قدم مستويات جيدة من خلال هذا الموسم، يستاهل الشيخ الهجراوي بقاء ضمن أندية الدوري زين السعودي. نكرر التبريكات والتهاني للفريق الهجراوي أول القادمين، اللاعب الشاب، اللاعب المميز الذي قدم نفسه اليوم بشكل رائع.